المهم يا جماعه الخير، المفروض الحين الصوت يكون زين. انا منزل جامه متعمد عشان يكون في هواء واشوف الصوت زين ولا ما زين. صور فيديو فهمت، بغير. طبعا حاليا نحن في بدايه جرثنوت الصعده هذه. هذا هو المكان. تعال بسألك سؤال. في مكان هنا في صلالة يقولوا اذا المكان كذي اوكي؟ ايوه بس الجاذبيه توديك كذي. ايوه وين هالمكان؟ يعني في مجال نروح له؟ ايوه نروح لهالمكان ان شاء الله. صبروا. المهم بسأل الشباب، عندي 4 من صلالة وميثم معي، بسألهم سؤال واحد وبإجابة مرة إجابة سريعة منهم. طبعا أول واحد بسأل شيبو، أفضل منطقة بالنسبة لك في صلالة؟ ايتين. ايتين؟ ايوه. أفضل منطقة؟ قرطنوط. ليش جاد زين؟ عشان يوتيوب. لا أفضل منطقة بسرعة بالنسبة لك؟ قرطنوط. قرطنوط. أخي ما لسنا قرطنوط، ما لسنا نحن قرطنوط. لا إله إلا الله. قرطنوط خلاص. وأنت؟ ان شاء الله قرطنوط. طبعا كنسلنا الوجهة الثانية اللي هي المفروض وين؟ قرطنوط. ها؟ صح بس بدايتها بعد ردينا. بدايتها ما كملنا الطريق. في المفروض مكان فيه نيز فيه ما جلسنا فيه لأن الجو ما يساعد ويا ضباب، فغيرنا من قرثنوت إلى جبل سمحان. وجبل سمحان المكان المعروف أتوقع الكل يعرفه، المعروف إنه تكون فوق السحاب، فديس مكان فوق السحاب. راح نمشي للمكان هذا. راح أصور لكم مع القائد أو قائد الرحلة أبو متعب وصديق الرحلة ميثم وسيلو أشو؟ القبقوب. المهم راح اصور لكم الحين واتمنى تستمتعوا مثل ما انا استمتع، لان انا متاكد الشيء اللي انتم تشوفونه بالكاميرا ما راح اقدر اطلع المكان، بس ما يعطي حقه، ما اقدر اطلع لكم المكان مثل ما انا اشوفه بعيني. فبس راح احاول اوكي، واتمنىكم تستمتعوا، وان شاء الله بي يوم بتزوروا المكان اللي ما زايرنا بيزوره، اللي من برا عمان بي واللي من داخل عمان يروحه عليهم. ما شاء الله ما شاء الله. الشيء المعروف هنا في جبل سمحان ان الاشجار مش هن في باقي مناطق الصلالة او باقي مناطق صلالة او باقي الاماكن اللي فيها الخريف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الجو بارد أكثر عن باقي المناطق، والشيء الثالث ان في اماكن فيها ورود راح اراويكم وراح نمشي حبة حبة وراح نشوف المكانات. طبعا المعلومات هاي كلها من وين؟ من الاستاذ متعب. الوردة الصفراء. فوتنا اول وردة. بس في ورود ان شاء الله بالدرب. طبعا نصيحتي لكم اللي هي هالاماكن في صلاله وغير صلاله، لا تقطف الورود، لا تخرب الشير، ولا توسخ المكان. لا توسخ المكان، انتبه. هذه نصيحه. يجيكم ابو داد يعضكم. ايوه. اوكي. طبعا شوفوا هالشيره، شوف الجذع كيف كبره صح؟ لكن شوف الشيره كيف صغيره. ما يعني الجذع من فوق يكون صغير، شوف كيف. والله شوف فيها سماكه. المهم هاي شيره غريبه ما اعرف شو اسمها، بس شوف كيف المنظر. شوف العنكبوت كيف. وين العنكبوت؟ شوف لون ابيض. وينه؟ داخل. وين داخل؟ شوفه هنا. خلف. انا انت تشوفيه انا ما اشوفه؟ وين العنكبوت؟ تعال هنا. هو اختفى. ايوه شوف وينه؟ شوف وينه؟ شوف هذا. اوكي شوف براويكم عنكبوت. يا رب يبين تشوفونه هذا هو العنكبوت. يعني سبحان الله حتى في المكان هذا قسما بالله صراحة للحيوانات بعد غير راحة للبشر، راحة للحيوانات. شوف كيف. والله مرات اتمنى تكون حيوان. والله اذا الحيوان يعيش هالعيشه والله ما عندي مشكله. ترى تمر الشمس علينا وكذا، هذا الامور يعني. تمر الشمس علينا ترى تسوي حرق. لا بس اقصد في الخريف. لا بس الخريف تكون حيوان. باقي الايام ارجع بشري عادي. طبعا هذا هو جبل سمحان. نزلنا هني. ليش نزلت الحين؟ المكان حلو صح، مكان عادي، لوحه وكل شيء عادي، بس نزلت عشان هذا. شوف قولوا الكلام يا بتاع اللي يجون هني. شوف الصيد وازعاج واطلاق الزبده، في كل شيء واضح، لا تخرق القوانين
عشان ما تنشل. طبعا حاليا انا في مكان اخي المنظر لا براويكم. ها شوفوا اللي اشوفه انا قدامي، ما شاء الله تبارك الرحمن. والله العظيم انه وقف لي قلب. شوف هالمكان صح؟ الحين انا بين سنين. شوف قدامي، شوف المنظر، سبحان الله، ما شاء الله ما شاء الله. ماشيين يا اخي بغيت اسالك. شوف الاصطفاف اللي قاعد يصير. شوف في صفة ترى، في صفة للسحاب ما تعرف كيف. سبحان الله صاير. طبعا ايش التجربة؟ جابلكم بس جلسة عادية صح؟ وما في احساس. تحسوا لي بس فيه. تعال سيلو، تعال بسرعة. خبرهم، علي صوتك شوية. ايش هو؟ خبرهم بالاحساس وانت جالس. لا تفضل. احساس هو والله لا شوف عشان تحسوا باللي انا احس فيه. شمس، برد، خريف، في رذاذ وفي جفاف، يعني كل شيء متولد. وفوق هذا شوف المنظر اللي قدامك. خلاص. وطالع من المكان هذا. تعال انت خليك على يميني. طالع من مكان جبل سمحان. اول تجربه لي بصراحه والله وايد حلو، وانصح اي حد يوصل له يجرب هالمكان. عندك معلومه للمكان هذا؟ المهم شو الكلام يا اخي؟ شو الكلام؟ المهم تجربه استمتعت فيها بصراحه مع سيلو الشباب. تكون معانا هذه شهاده. انت مسؤول المكان؟ يمكن. المهم انصح كل حد يجي ويجرب هالمكان. المكان بصراحه حلو تستمتع فيه. فالخريف ما تحس مرات يمكن الواحد يمل من الرذاذ صح؟ لا تنسى اللايك والشير زين ولا تنسى اللايك والشير. شوف ما شاء الله والله حد صاعي. المهم نهايه المقطع هني. قال لكم شو المفروض تسووا عليهم. نشوف اليوم الثاني شو بيصير. هذا يعتبر اول يوم. اليوم جينا وصلنا وخلصنا وعليهم. الحين بناكل اقوى مشكاك في ظفار. من وين هالمشكاك يا مالديني؟ لا تسالني انا اساله هو الشيخ اللحم. هذا اي شيء فيه اكل. لا دقيقه مشكاك القاعدي في ميناء. بتشوف الزير سالم.